كان في واحدة ست غريبة جدا كانت واقفة لي قدام باب الأوضة، كل ما أقرب من الباب أسمع صوتها. بعدها لقيت شباك الأوضة اتفتح وقلت بس هو ده المخرج الوحيد. خرجت من الشباك ولقيت بلكونة لغرفة تانية، نطيت في البلكونة ووقفت فيها. هناك لقيت 2 قاعدين بيتكلموا على الترابيزة، بس الغريب إن مفيش 5 دقايق ما لقيتش الناس دي ولا الترابيزة اللي كانوا قاعدين عليها تبقى مهجورة. الكراسي فاضية والترابيزة فاضية، مفيش عليها غير ظرف واحد بس، ولما فتحته لقيت مكتوب فيه إن في 43 واحد غيري دخلوا البيت ده ومحدش خرج منهم، وأنا رقم 44 اللي دخل البيت، ومش مكتوب مصيري إيه. هل أنا هعرف أخرج من البيت ولا هيحصل معايا زي اللي حصل للناس اللي قبلي؟ لقيت تلفزيون قديم جدا كان موجود في الأوضة، ولقيته اشتغل لوحده مرة واحدة، ولقيت اشتغل عليه فيديو غريب. لقيت فيديو أنا ظاهر فيه وأنا راجع بالليل من الدرس، ولقيت نفسي وأنا ماشي في الشارع، ولقيت موبايل واقع على الأرض، وفضل الفيديو شغال لحد ما وصلت البيت، ووصلت كمان للأوضة دي. وبعدها اكتشفت إن كل حاجة كانت متصورة، بس مين اللي بيصور أنا مش فاهم أي حاجة. بعدها التلفزيون لقيته فضل يتهز جامد وراح قفل مرة واحدة، ولقيت فيه شعلة نار حصلت. النار مسكت في التلفزيون، وبعدها النار مسكت في كل حاجة جنب التلفزيون. أنا كنت مرعوب جدا، حاولت إن أنا أخرج من الأوضة بس النار في كل مكان. النار اشتغلت مرة واحدة في المكان كله. طلعت أجري زي المجنون، حاولت أخرج، حاولت أدور على أي مكان في البيت ده، بس النار وصلت في كل حتة. الدخان كان شديد جدا، الدخان اللي طالع من النار كان قوي جدا. مش قادر أتنفس، الدخان شديد. من كتر ما كان الدخان قوي جدا أغمى عليا ووقعت على الأرض. أفتح عيني ألاقي نفسي قاعد على كرسي في أوضة فاضية، مفيش أي حاجة في الأوضة غيري، ولاقي باب الأوضة بيتفتح لوحده، ولاقي راجل لابس أسود في أسود ومش باين ملامح قرب مني وقال لي: أنا مش قلتلك دور على الحاجة اللي تخصني؟ إيه اللي خلاك تهرب؟ أنت مين وعايز مني إيه؟ أنا مين؟ أنا آخر واحد هتشوفه النهاردة. لا، مش النهاردة بس، آخر واحد هتشوفه في حياتك. كان قدامك فرصة يا رقم 44، بس أنت اللي ضيعتها. فرصة إيه؟ هو أنا عرفت أتنفس أصلا؟ أنا من ساعة ما دخلت البيت ده وأنا عمال أجري من الست الغريبة دي، وبعدين أنا مش فاهم حاجة إيه اللي تخصك؟ أنت ما قلتليش أي حاجة في التليفون لما كلمتني، أنا مش فاهم حاجة أصلا. كان المفروض تعرف لوحدك. هو أنت مش لما شفت الظرف عرفت إن في كنز هنا؟ هي دي بقى الحاجة اللي تخصني. أنا كنت عايز الكنز ده تجيبه من تحت الأرض، كنت عايزك تقلب البيت كله عليه، بس هنقول إيه؟ أيوة بس أنا